برحب بشباب ثانوية عامة، أهلا وسهلا بيكم مع دكتور جوزيف عادل. طالعين بقى أولاد نحل امتحان الدور الثاني ل 2025، وبعدنا يا الله عن تذاكر الدور الثاني، ابعدنا الله عن تذاكر المجاني بتاعت الدور الثاني. امتحان الدور الأول 25 كان جميل جدا جدا. وضع الامتحان كان بيكرر حاجات كتير قوي 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 أولاد جوه نفس الورقة الامتحانية. كان برعاية الجنرال فورمولا وبالذات الالديهيد والكيتون، وكان برعاية 2 بروبانول اللي بيتأكسد يبقى بروبانون. بصراحة يعني كانت حاجة غريبة جدا. الدور الثاني شبه الأولاني، حاجات كتير تحسهم برضو اتزنقوا في الوقت، قرروا حاجات كتير، ففرصة تأكد على الأفكار وتبقى مطرش ولوري ومرزبة. بسم الله. السؤال الأول: Which of the following is used to distinguish between calcium nitrate وكالسيوم كلوريد؟ خليك ذكي، الملحين يا اسطى فيهم ايه؟ كالسيوم. تمام ماشي. لو حطيت دايل HCl هل يستطيع؟ خلي بالك ما فيهاش بقى هل يستطيع، عارف ليه؟ تكير من التركايه دي. ليه تكير بقول من التركايه دي؟ قراءة السؤال انا بحاول بس اسرع معاك الوقت. بتأني لوكس، لان حته الكشف لازم سوليد على الناشف يا دكتور. لما هو يقول محاليل يا ابويا بتجوز بعيد قريب. فلو حبيت تعمل كالسيوم كلوريد امان، نيتريك امان، اكوس، كله سوليبل. كالسيوم كلوريد دكتور في ايه؟ HCl وCl يا دكتور، عيب، نو رياكشن، يبقى مفيش اي ملاحظات تفرقه حاده. دايل H2SO4 كالسيوم ياخد السلفات. خليك بقى ذكي، ما هو الكالسيوم اللي هنا يا ابويا هو الكالسيوم، هيعمل نفس الحاجه. ركز مع النيجاتيف. من الاخر انت عارف ان كل النيتريتس بتدوب. انا مصيبتي في الولد ده لو شاف لد حجاج. الاجابه دي هاخد معاك نص دقيقه في اللجنه الامتحانيه، لان هنا بي نيتريت اكوس، والدنيا مطرش ولوري ومرزبه، اي نطرات بتدوب. PbCl بيبسل. خلي بالك يا ابني، خلي بالك. قاعدة الصلفات والكلوريدات والوللد وكالسيوم، الأربعة دول مش هيخرج عنهم الامتحان. في 2 مينيمم في القواعد دي، سمع ورايا. كل الكلوريدات دايبين، كل الكلوريدات حلوين، اكوس ما عدا لد حج اج، PbHgAg. قاعدة 2 لو ورقة امتحانية: كل الصلفات حلوين ما عدا ب حجاج، كالسيوم، بريم، لد، HgAg. ما تهتمش قوي بالHg، مش وزاري، لكن دول تمام. قشطة يا لورد، قشطة. اللد خلي بالك منه، ماشي. يبقى 1 قولا واحدا الإجابة دي. باب تاني: حط سيادة النقيب زي ما عملها في الدور الأولاني على 3 أملاح، وكرر السؤال في ايه؟ كرر السؤال، بقول لك فيه تكرار. غاز طلع بيتأكسد في الهواء، والله ورمنا كده. انت واحد من مجموعة كرب باي كرب 3 إسات نيترايت. مين الغاز اللي بيقبل أكسدة الهواء عند الفوهة بالأحضان؟ NO. شكرا، غاز ال NO. يبقى الملح كان فيه ايط. نفس الدور الأولاني كرروا السؤال، كانوا مزنوقين في الوقت. غاز طلع وراصب، بفكر في ماما صايو مش صلفيد، تعويض مباشر. أني شريف مقفل، عقبالكم يا رب كلكم. والصلفات لا تفاعل، مش من مجموعتي، في مشاكل. نيكست. جاب طبعا المعادله اللي عمال اصرخ لكم عليها، كانت واحنا حلينا ليالي الامتحان، فكره وتطبيق واسترشاديات 25. عشان ما عندكش وقت قلت لك ايه؟ المعادله دي اتكررت كتير قوي، حتى انت فاكر الافيه تيست طشه الملوخيه، راحوا جابوها باب ثالث عشان تحكم كومبليت ولا ريفرسبل. ببص كده يا اولاد على النواتج: اكوس، ليكويد، غاز، طار في الهوا شاشي وانت ما تدرش، escaped from the medium. يبقى كومبليت قولا واحدا. سي لاغي، دي لاغي. فين الرجاله؟ الكومبليت. طيب
سرعه الرياكشن بتزيد مع زياده الفوليوم؟ لا، مش ده الفاكتور اللي بيأثر على الريت. يا سيرفيس اريا بتاعت الكبر تزيد يعني اطحن، يا تزود تركيز النيتريك، يا ترفع درجه حراره. ازود فوليوم بدل 100 مللي 200 لاغي. الريت بيقل لما تخفف. ما طبعا ما تخفف يعني التركيز بيقل. تعويض مباشر. هديه مجه نيه. هديه مجه نيه. ماشي. الدنيا حلوه والدنيا مطرش والدنيا لوري. ماشي. انا تمام كده معاك. انا بتاكد بس ان هي بتسيف والدنيا تمام. اوكي. معلش يا اولاد ثانيه واحده. لوكس 4 كالعاده المعادله بتاعت هابر بوش خنقتونا. in the following equilibrium which of the following represent the role of iron. برضو كرر فكره النظري الكاتاليست بتاع دور اول 25. ايه دور الحديد ككاتاليست؟ تعال نشوف. بيزود الريت اوف فورمينج امونيا. قول لي غلط. الكاتاليست مش مطبلاتي زي لالو. بيزود سرعه اللي رايح ويزود سرعه اللي راجع بنفس المقدار في نفس الوقت. اونلي لاغي. ده كده مطبلاتي الفورورد. change the value of equilibrium constant. كنت زعلان قوي في 25 ما جابش حته الكي. طبعا لا يوجد سلطان لاحد على الكي الا التمبريتشر. ما تتغيرش ما تتاثرش الا بتغيير الحراره. نيكست. بيزود التايم. لما تحط عامل حفاز كاتاليست بيزود الوقت عشان توصل للاتزان. ده بيقلله يا ابويا. طب تعويض مباشر. بيزود عدد نفس الفكره كانت في الدور الاول اجابتها ايه؟ نقلها دي. الوزاره بتهرج وانت في امان. الدنيا بتتكرر. فوق لنا يا وزاري. ودي فوق لنا يا ابويا. 5 2 elements x و y من الانتقاليه الاولى حبايبك. الاتوم اوف element x contain 4 امبيرد الكترون في الدي. وبتحب تتاكد. ما انا عرفته خلاص. لا بياكد عليك وضع الامتحان. بوزيتيف 2 بوزيتيف 3. حديد عنده 4 سنجل يا ابويا. دي 6 عنده 4 سنجل يا ابويا. ده كده اكس حديد. ودي. لكن اتوم واي فيها 5 امبيرد في الدي. فدماغ العيال راحت لاثنين. لمين؟ يا الكروميوم يا المنجاوي. دهيتهم ب5. بص الجمله المكرره في كل امتحانات الاعوام السابقه. سهله رديسه من بوزيتيف 3 يبقى بوزيتيف 2. طبعا خلاص ده سؤال منقول من 21 دور اول. ده المنجاوي. لان انت عارف يا ابويا المنجاوي 4s2 3d5. طيرت 2 من الاس 1 من الدي دي 4. انا زعلان. طب يلا يا اسطى خليك بوزيتيف 2. زود الكترون بقيت دي 5. منجنيز بوزيتيف 2 دي 5. ايه ده بقيت مور ستيبل. يبقى انا ايزيلي ريديوس. يا ترى الالوي فين؟ في سكك حديد مصر. ريل ويت تراكس. 5 اسئله تدي ثقه للطالب والدنيا 100 فل. طب و6 باب اول. which of the following represent النوع الالوي اللي بيريزيست افكت الاسيد. سبيكه بتقاوم الاسيدز بتاعت مشهد بريكنج باد. حصص. نيكل ستيل الوي. ركز. ايوه ركز. ليه؟ الستيل فوكو ايرون وكربون. ده بيسد الفراغات انترستيشيال. طب وحديد والنيكل. الحديد والنيكل سبستيتيوشنال. يبقى السبيكه دي الحاجتين. تعويض مباشر. قشطه يا لورد. ماشي. استني ليه؟ سيفي. يلا يا لورد. 7 باب اول. which of the following cation has a magnetic moment. ما بحبهاش يا اسطى. عدد السنجل similar to the magnetic moment of cobalti positive 2. طب اوزعك يا ابويا. طيرت ال 4s2 بارجون مهند 3d7 يعني عنده 3 سنجل. عزمه المغناطيسي 3. مين بقى كمان 3؟ طيرت 2 الاس 1 من الدي 5 بقى دي 4 لاغي. نيكل طيرت 2 الاس ومن الدي 8 اخد واحد كده يبقى 3d7. ده عنده 3 قفلت.
لكي يطمئن قلبي بكمل قبل التظليل. انت بالنسبه لك طبعا ده طيرت 2 اس و1 من الدي 2 بقى 3 دي 1، هديد بوزيتيف 3 دي 5. تعويض مباشر درجه مجانيه للجميع. Next. Which of the following processes represent the easiest؟ وكالعادة يا سادة سؤال موجود في ورقتك، الأسهل والأصعب. الدور الأول الأصعب، هنا بقى عايز الأسهل. عايز الأسهل يا أبويا يبقى توديني لدي 5 أو دي 10 أو دي 0، يعني نوبل جاز. خليك ذكي في وقت الورقة الامتحانية، ابدأ من الآخر. أنت مالك تبص البداية، سرع. تيتانيوم بوزيتيف 4 ده اعلى حالاته توزيعه ارجون. الاجابه بقت تحت رجلي يا رجاله. انا التربو، انا الرهوان، وعلى الله اسمع حد الوقت مشي استراتيجيات. احنا دلوقتي هنبدا نحل لاجل الاطمئنان. هبقى تيتانيوم خماسي، ده انا كده كسرت النوبل جاز. التيتانيوم بوزيتيف 4 ارجون، كده بوزيتيف 5 ده يعني بتكسر الارجون، ده قذاره. منجنيز بوزيتيف 2 3 دي 5، ما تيجي لاغي. منجنيز بوزيتيف 3 ده 3 دي 4، خليه رباعي يعني افقد واحد كمان. 3 دي 3 ده ولا حاجه، نايزر نور. اطمئن قلبي، ظللت قفلت. باب رابع باي الكتروليسيس اوف مولتن. الحمد لله تعويض مباشر، مفيش التنافس بتاع الميه. جولد كلوريدات، يلا نحل بطريقتنا. جولد كلوريدات افككه. يو غش بوزيتيف 3 زائد اللي تحت يتكتب على جنب كلوريدات نيجاتيف 1. غني في اللجنه عشان تفرفش. كاكا 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 تايم كاكا 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 سود اتكا سود ريدكشن ريج جين هيبقى جولد. نضفها امسحها طهرها جولد. الناين النود اوكسيديشن اويل لوز. نضفها امسحها طهرها كلورين. خش وجه حل. كلورين جاز بيتأكسد عند الانود. ايه يا اسطى؟ كلورين جاز هو اللي بيتأكسد. ايه يا اسطى؟ باب رابع كلورين؟ لا طبعا كلورايد يا دكتور، ده بيلاعبني اهو. حتى لو ما فوقتش مع الاختيارات هتفتكر. كلورايد ايون بيتأكسد عند الانود، انا اللوري. والجلد هو اللي بيتراديز. غلط، الجلد ايونز. يبقى تعويض مباشر سي، بس طبعا المتسرع كان ممكن يبلع الصفر. فتيك كير، قراءة متأنية. كلورايد ايون بتتأكسد عند الانود، جولد بوزيتيف 3 بتتراديس عند الكاثود. هو ده الكلام وهو ده المزاج يا ابويا. during discharge كانت مفاجأة قاسية في الدور الأول. 25 الدفعة السنة اللي فاتت ما سألش على الليد أسيد باتري، وحتى السؤال الحمضان اللي جابه على البطاريات كان تعويض مباشر من المفاهيم. هنا بقى رجع تاني للأصل. أرجوكوا في البطاريات لازم مفاهيمك تبقى جنبك. دي اللي انتوا بتحبوها، ديستشارج يعني بتفرغ يعني جلفانية. فاعتبر ان انت فتحت المفاهيم. معادلة الديستشارج أحسن من ملازم المدرسين. أهو أهو. ودي 2 بيبسو كأني مفاهيم 2 ميه. وديني يا ابويا. ذا ليد، هو انت عايز الجمله النظيفه، ماشي بسم الله. الليد اوف ذا نيجاتيف الكترود، اقف. الليد ده الانود في الجلفانيه نيجاتيف. كمل. بيتاكسد اتانود اوكسيديشن اويل لوز. الليد بيتاكسد ويبقى موجب 2. يا لهوي، رباعي صفر بيبقى موجب 2 يا ابويا. طيب ليد اي في رباعي ده كاثود الجلفانيه. الريديوست صح، كاثود ريدكشن ريج جين. للليد صفر. بيريديوس لليد بوزيتيف 2. طب ليد بوزيتيف 2 ايون بتتاكسد يا اسطى؟ ما عنديش ليد بوزيتيف 2 يا اسطى، انا عندي ليد 0 وبوزيتيف 4 دكتور. لاغي، تعويض مباشر طالما المفاهيم وياك. ليد رباعي عند البوزيتيف صح، كاثود الجلفانيه موجب.
الريديوست ويدي ليد بوزيتيف 2. مبروك عليك يا باشا. 10 يعني 100 من 100. واعتقد طلبه كتير مقفله اول 10 اسئله اللي ذاكرت طول العام. وكالعاده يا ساده يكرر الجداول اللي موجوده زوفها في الورقه الامتحانيه بتاعه 2/7. بسم الله. ولا في كيس بجزمتي على الجدول الاول واروق الترتيب من 0 لبوزيتيف 2. الرقم زاد اكسده بوزيتيف 2 بقى 0. الرقم قل ريدكشن، نفس اللي عمله في الدور الاول. اشقلب، انا بحل بالاي اوكس عشان انا واد لوكس، واشقلب علامه واشقلب علامه. ارتبه دبليو هو البابا ثم الاكس ثم كحيانولا زد. ترتيبي معايا باذن الله اخش ادب في الكل. فولوينج تيبل اخلص 2 اوف ذا اباف. غير الرقم من الدور الاول، يعني هو جابوا السؤال كوبي بيست غيروا بس الرقم. افتح دور اول كده البي دي اف، افتح كده اتفرج عشان تفهم البلد ماشيه ازاي. 0.99 ماشي. مش عارف هما مين كان في ابدا اجرب في الدور الاول. هعتبر لا بصراحه ان انا في اللجنه. تمام. 0.99 دبليو اكس هعتبر انا في اللجنه ماشي. 2.37 ناقص اي اوكس الانود ناقص الاكس 0.76 1.61 دي اللي جت في الدور الاول. يبقى لاغي. اجرب اكس وزد هيستهلك وقت. 0.76 ناقص 0.23 0.99. انا المطرش انا اللوري انا المرزب. كده انا فهمت وضع الامتحان قصده على اني خليه اكس وزد. طيب طلبات الرئاسه نكتبها بس كده. طبعا اكس هو البابا انود، زد هو الكاثود، ودي 0.99. بيقول لي معليك نفس الطلب ايه التغيرات اللي يحصل لما تجيب كاثود اللي انت عرفته شيله وحط التالت. ماشي، يعني اشيل ده الكاثود اشيل الزد احط الدبليو، يعني الاكس في حاله سوري حط الدبليو. طب يا ترى الادوار هتكون ايه؟ ما انا معايا ترتيب قصاد عيني. دبليو هو البابا انود والاكس ساعتها هيكون الكاثود. طيب عايز دايركشن، ودلوقتي هو عايز دبليو واكس. طبعا لازم نحسبها لان مفيش مسافه اتغيرت. طيب اول حاجه تعالى تيار. قلت لك شفره حل، حضرتك تبص على المتكرر. حاضر يا دكتور. اكس واكس ملي عينك. لو الادوار اتغيرت التيار كمان يتغير. كان انود فوق يا دكتوره بقى كاثود. الادوار اتغيرت يبقى الكرنت ريفيرس. الدور الاول كان ذا سيم. لغي بقى ايه وبي. اجابتي يا سي يا دي. طب والاي ام اف يلا نحسب يا ابويا. دبليو اكس ادي الدبليو البابا 2.37 اي اوكس الانود ناقص 0.76 طلعت 1.61 اللي هو دبليو اكس اللي كانت في الدور الاولاني. ماشي، يبقى الاي ام اف طبعا انكريزد. السؤال خلص 100. لاغي. في مشاكل؟ لاغي يا دكتور. خش نفس الترتيب راح عملها برضو. ده سؤال بروتكشن ولا بص 0 البوزيتيف 2 الرقم زاد اكسده سيبه اكسده سيبه. الرادياسه اشقلب علامه يا ولا يا ولا. رادياسه اشقلب علامه. قشطه لوري قشطه لوري. يلا نرتب يلا نرتب. البابا هو السي ثم الدي. ركز في النيجاتيف. نيجاتيف 0.8 اكبر يا دكتور من نيجاتيف 1. ايه مطرش لوري مرزبه سداب. خش على سؤاله. اختار جمله سليمه. element A واحط ايدي كده على الرمز ماله. represent حمايه كاثوديه يعني ليس اكتف عن B. غلط. ده ايه بابا البي يبقى انوديه او ساكريفيشال. لاغي. element B is considered sacrificing. يا ابني ده واخد من كله. ده كاثودي. ازاي بي يغطي دي يبقى كساكريفيشال؟ ازاي يعني؟ ده كاثوديك انت بتغطي بليس اكتف. element C اوف ده البابا ده انودي لاي حد. شكرا. نفس السؤال كرروه من غير ما ياخدوا بالهم.
تقريبا غيروا بس الارقام اللي في الجدول، حتى الاختيارات حافظوا عليها. يبقى 12 سي بكل اريحيه. دي ساكريفيشال سي يا جدع، ده دي اخاذ بالنسبه لسي، يعني لسه اكتف. عضويه جامده ومهلة بيا. which of the following is the correct name of كذا. يعني انت بتقولي الاسم ده غلط. ايوه، دي افكار ايه يا سيسي؟ امرك يا سيسي. ارسم له اللي هو عايزه. 1 2 3 4. 1 بيوتين، اسمع كلامه خده على قد عقله. طيب ادي اهو يا عم 1 بيوتين. قال لي عند 1، قلت له يا ابني عيب تفرع. 1 حاضر يا ابويا، ما تعيطش قوي كده. وعند 2 اتفضل يا ابويا. يلا قلت له خلصت قدامي على المعمل عشان اقول لك ايه الصح. الصح ان بختار اطول سلسله كربونيه كونتيرن الدبل بوند. فببدا من هنا 1 2 3 4 5. 5 يعني بنت، دبل يعني ان. ثم ادي الدبل بوند اقل ترقيم. حاضر. 1 اروح رقم من ناحيتها. 2 خلاص بقت 2 بنتين. خد دورك يا ولا، نفذ الامر المباشر. سؤالك خلص. 3 ميثيل 2 بنتين. 3 ميثيل 2 بنتين. افكار هذا الاسم خطأ، فانا بعدله. تمام. 14 عضويه، حاجه كانت هديه لجوزيف عادل يعني. لا مش هقوله عياله عشان ده دور تاني. تمام. نقلوه من قلب استرشادي 25 اللي حليناه مع بعض في فكره وتطبيق. هو في فكره هو اصل الحكايه بدات لما نقطنا ميه على العربيد، طلع ايساين اللي هو اسيتيلين. سي تريبل سي اتش و اتش، سي 2 اتش 2 اتش 2 صفور 40%، هكسفور 60 سيليزيه. طلع ملكيه العضويه البيهايد سي اتش 3 كحو. ده في الورقه، الحته الاخيره دي في الورقه. ممكن ده لا، دي كاتاليتيك هايدريشن اوف ايساين. ماشي. يلا نضحك. دكتور ده السؤال بجد اسرع ريكورد سؤال ممكن يتجاوب، ممكن ياخد ثانيتين. صح. ده بعض الطلبه، انا بمثل بعض الطلبه يعني اللي فرموا الدنيا دي. ناقلين السؤال ده طبعا يا اولاد من 21 لما قلت لك من ايام طارق شوقي، والسيس 3 اتش 7 محروقه، مش اللي انتوا عملتوه في السوق في الاسترشادي. which of the following compounds could be alkaline hydrolysis C3H7. والله ورمنا منك. هفكها يا ستي على السطر عادي. بروبيل. جدع على. يلا alkaline hydrolysis RX اكواس تسخين، شيلها لي تحط OH. زي ما اتفقنا تدلع نفسك في اللجنه كده عشان تاخد ثقه بس بصوت واطي كده. 1 بروبانول. تعال نحدد نوعه معاها اتشتين برايمري. بس استنى يا دكتوره. ايه يا ابويا؟ قال لي في رسمه كمان. CH3 CH3 ايزو، CH3 CH3 ايزو، CH3 CH3 ايزو. طب يلا نعمل الكالاين هيدروليسيز. RX اكواس تسخين، شيلها لي تحط OH. واو. 2 بروبانول اللي هو سكندري. يبقى انا عندي احتمال يا اولاد ان يكون طالع. ايه يا ابويا؟ ماشي الشغل كده وياي. ماشي. يا يطلع لي سكندري يطلع لي برايمري. الكلام احلو. يبقى اجابتك بكل ادب وكل ثقه برايمري اور سكندري. في تعليق لاغي. قلت بتاع دور اول 21. الدنيا اعتقد مطرش ولوري. ودي مين لهاليبو يحيى ريكواير تو اوبتين ايثانويك اسيد. ده الخل اث ان اويك يعني كربونتين كح 3 كوح من. عايز احصل على ده يا ابويا. اوبتين ركز عشان بتتغربلوا. عايز احصل على ده يبقى ده اخر حاجه. من ايثايل بنزوات ايل اوات كو استارات. شكرا. يلا نرسموه. ادي الكو، اول كلمه بعد الكو. طب والبنز
سهله يا ابويا اهي. تمام. عايز اوصل لكح 3 كوح. طيب بالراحه، حاجه من اتنين، يا اسيدك يا الكالاين. اسيدك هيدروليسيز يعني بتهجم بميه اتش و او اتش. طب والالكالاين بتهجم عشان بنودي الاتش الاو يتبقى لي قلنا اللي هو الناوتش. تمام، كانك بتكتبه بالعكس. بص الشفره ناوتش بالعكس. تمام، عشان اللي بينسى يهجم ازاي. طب تعالى نجرب كده وكده. انا هكسر ما بين السي او والاو، حذره في اتش الاو. ماشي، C2H5OH كده وكده دي ثابته في الاجابتين. نبدا لتر A والباقي للسي دبل بوند او هيطلع بنزويك. اعمل للبنزويك نيوتراليزيشن. اشمعنى يا دكتور قلت بنزويك؟ يا اسطى ما الكحول ما بيحصلوش نيوتراليزيشن، الاسيد صح. هيطلع صوديوم بنزوات، ده اللي عايزه؟ لا، يبقى لاغي على جثتي ان لما تتقلب اللجنه ما هختار اسيدك، هي الكالاين. طيب يبقى نشوف بقى. ادي الاتش الاو والباقي قلنا للسي دبل بوند او. الله 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 الله. ماشي، يلا بينا. جرب اكسد. هو الملح يا اسطى بيتاكسد؟ لا. طب الكحول ده بيتاكسد؟ ايثانول برايمري الكحول عنده اتش، التاني يتاكسد على خطوتين كورال ولا لوك ايثانويك. درجه مجانيه لطلاب الجمهوريه. لكن دراي ديستليشن شيل سونا احط الاتش اطلع بنزين؟ لا يا اسطى، انا عايز ايثانويك، عايز خل. طيب لاغي. قشطه يا دوريا تاني يا ملبن. راح مكرر نفس السكشن بتاع دور اول، بس طلب عناصر اسهل واسهل بيساعد طلاب الدور الثاني تنجح. سي اي كالسيوم طبعا وراه من المفاهيم، سكانديوم، تيتانيوم، فاناديومي، كروميوم. يلا هات لي جمله نظيفه. الايونايزيشن بوتنشال قاعده، كل ما بخش الفيرست ايونايزيشن بتزيد. يبقى بتاع البي ده اعلى من سي. غلط، سي اعلى. راديوس ذره سي، انا كل ما بخش في الراديوس نقصان ثم ثبات، من اول الكروم فيما بعديه ثبات، شبه ثبات. الراديوس بتاع سي اقل من دي لاغي، لان لما بخش بيقل. دكتور بتلخبط بتغربل، افتح فورا المفاهيم عندك ارقام. برافو، الراديوس. فانت تقدر تقارن سي ودي، يعني عرفت فاناديوم وكروم. بص مين اصغر ودي. عدد الاكسيديشن ستيتس، عدد حالات التأكسد. افتح مفاهيم بسرعه. بتاع دي الكروم مش حافظها ولا انا. اقل من ايه؟ مستحيل، ما تفتحش المفاهيم يا اسطى. ايه سكانديوم ده ما عندوش غير بوزيتيف 3 يا ابويا. دي ده كان عنده زوفا. يبقى بالسلامه. دينستي اوف ايه ده اصغر واحد از ليس ذان الكل. قفلت يا باشا، باب اول في الجيب. قشطه لوري. باب تاني ادنج ليد اسيتات، برضو ده زي الدور الاولاني. ما انا بقول لك هم اتزنقوا في الوقت تقريبا فكرروا الامتحان. اتحط المحاليل اي بي سيبريتلي. احكي لي كده اللي حصل. قال لي بالنسبه لايه، اروح كاتب عشان بتلخبط في الرموز. الرصب ابيض بيتكون بيبسو صلفات. ماشي، صلفات اس. لا يا اسطى، بيبس ده سواد. نطرات مفيش راسب، ده الكل بيدوب في النطرات. طيب يبقى ده كده ملح فيه صلفات. طيب التاني بقى اسود. ايه العبط ده؟ بيبس. واحد ابيض واحد اسود واحد عكس التاني. تمام ماشي. تعويض مباشر ب 19. which of the following can be used to detect two radicals of calcium chloride. الملح العجب ده كالسيوم، ركز، كلوريد. بص بقى طلبات الوزاره ايه. مين من ده مين من دول يكشف التو راديكالز بتوع الاثنين. طب نجرب. سيلفر نايتريت. النايتريت ما بيعملش مشاكل. طب بص على السيلفر، بعيد. سيلفر كلوريد رصب ابيض، فالكلوريد تم الكشف عليه على خير وسلام. صوديوم كلوريد عادي،
كالسيوم مسك السلفات مش عادي، كاسو. كده تم الكشف على الكالسيوم، وبكده اكون بظلل واخدت درجه مجانيه وزاريه. الله ينور يا وزاره. طب ما انت بتحطي حاجات معقوله اهي، فرحي العيال، الله يخرب بيوتكم، والله لا تحت الضرب في الكل بما يرضي الله. بس تمام، عسل. طب باريوم سلفات، اهدى يا ابني، ركز قبل ما تضيف يا عم اسلام. ده باسو، ده راسب اصلا، ازاي تحط راسب ما عندوش ايونات، ده قاع لتحت. نو رياكشن. بيبسو ده راسب يا دكتور، ازاي احط راسب على محاليل؟ نو رياكشن. سيلفر اتفقنا بيكشف كلوري، يا عم الصوديوم ده حبيب الكل، والباي باي بيدوب في الكل، مفيش رواسب، يبقى مش هقدر اكشف، يبقى لاغي، يبقى دولة بتتجدعن مع العيال. بس ده دور تاني. 20 A solution contain a mixture، شد يا دولة. كربونات ده بيعمل مشاكل مع الكل ما عدا صوديوم بوتاسيوم امونيوم. كلوريدات ده بيعمل مشاكل مع الليد حجاج يا ولا. هيدروكسيدات ده بيعمل مشاكل مع التحليليه الثالثه ولا. ايرن داي، ايرن تراي، والومنيوم. Which of the following choices represent the correct order؟ سؤال عايز تركيز. of steps to ايه؟ الله يفتح عليك، استني يا لولو. to separate، ايوه اسئله الفصل. these anions، عايز افصل الانايونز دول by using two solution، عن طريق استخدام محلولين. واحد كونتين حديد ثنائي، والتاني كونتين كالسيوم ثنائي. ايه القصه؟ اول ما السؤال فيه جديد هتلاقيني بهدي شويه. دلوقتي يا ابويا هو بيقول لحضرتك ان في محلول مليان كده كربونات، ومعاك كلوريدات، ومعاك هيدروكسيدات. انا عايز الترتيب السليم عشان افصل الانايونز دي، بسط على نفسك، عن طريق استخدام سلاحين، حديد ثنائي وكالسيوم. طب نفكر. حديد ثنائي هيفصل الكلوريدات. ايه ده؟ الكلوريدات مش بتترسب مع الايرن بره. كالسيوم بوزيتيف 2 السلاح الثاني هيستخدم عشان يشيل الهيدروكسيدات. ايه الخرا ده؟ الهيدروكسيدات بتفصل ايرن داي، ايرن تراي، الومنيوم. ايه يا رجاله في ايه؟ طب الايرن داي ماله؟ يفصل كربونات، صح، في كتلات، اي كربونات بترسب، صح كده. فصلت اهو الكربونات يا صلاح، فصلت الكربونات. بعد كده حط الكالسيوم عشان تفصل كلوريدات. الكلوريدات مش بترسب مع الكالسيوم يا دكتور، يا فرحه ما تمت. ظلل بابل دي. كالسيوم يفصل كربونات، صح، كاكو، صح. حديد يفصل الهيدروكسيدات، صح، حديد ثنائي جريليتش، وايت بي بي تي. قشطه يا وزاره، قشطه يا دوله. ماشي، الدنيا حلوه يا جماعه، مشي الدنيا. عضويه. Which of the following compounds is used to prepare ده by dehydration؟ اشيل منه ميه. طيب بسم الله، من بصه هرسم ده بيوت، ادي رباعي 1 اهو، عند 2 ميثيل. قلت له ماشي، كمل اتشاتي برجوله، اتشيتين دي تمام، اتشيتين، 3 اتشات، الكلام حلو. تقدر تجرب اختيار، وبعض الناس ممكن تشغل دماغ. لا خلينا نجرب يا دكتور. حاضر. هات 2 ميثايل 1 بيوتانول، ادي 1 2 3 4 عند 1 اهو. ادلدلها بس عشان انت عارف ان انا هشيل ميه. طبعا دي بتاخد 1، يبقى دي 2. ودي يا ابويا. كحول اشيل منه ميه عن طريق نزع مياه، كونك H2SO4
180 طلع الكين، شيل او اتش من كربونه و اتش من الكربونه اللي جنبيها، و اتش من الكربونه، مش دي هبل، و اتش من الكربونه اللي جنبيها واعوضها. يلا دبل بوند، يبقى سي اتش 3 سي اتش 2 اهو، سي ماسكه في ميثيل دبل سي اتش 2. وصلت قفلت. ده اللي عندي يا رجاله، بس ده اللي عندي. لما اخلص ورقتي امزمز بقى، اتاكد ان انا صح، اجرب الاختيارات، مش هرقد على السؤال في الاول. طيب 3 ميثيل 2 بيوتانول مثلا يا دكتور. حاضر، 1 2 3 4 2 ادي اهو، 3 ادي اهي. اتفضل يا ابويا اهو. دي هيدريشن، شيل او اتش من الكربونه و اتش من الكربونه اللي جنبيها، اعمل دبل ما بينهم. ايه ده يا ابويا؟ ده في النص، عمرها ما تطلع 1 بيوتين، لاغي. ماشي، 1 بيوتانول 3 ميثيل، هتلاقي الفرع بعد، لاغي. طب ودي بالمره ما جاتش عليك يا بت، بروب ان اول. طيب 2 2 داي ميثيل، حاضر، 2 2 داي ميثيل. في طلبه هتقول لي ازاي يا دكتور ما يقوليش مكان الكحول؟ في غلطه وزاريه، انت اللي فيك غلطه يا اسطى. ما تزعلناش بقى، ده احنا عايزين نقول باي باي. ما هو مفرع لك في النص 2، فهو مستحيل الاو اتش تبقى في النص، فمنطقي هتحذفها عند كربونه واحد سواء هنا او هنا. مالك يا مايكل في ايه؟ ماشي، كلام بيحلو بيحلو يا دكتوره. شيل او اتش من كربونه، اوبا اوبا اوبا، مفيش اتش عند الكربونه اللي جنبيها. صح. فين الاتش يا اسطى اللي مع الكربونه اللي جنبيها؟ دي دراع 2 3 4، ده مفيش اتشات. ايه ده؟ عايز تقول ايه يا دكتور؟ نو دي هايدريشن. مالك يا قوي؟ هايدريشن، مالك يا لطفي؟ اجمد كده، ايه في ايه؟ انت مطلع الاجابه بقالك تلتايه، بس احنا بنعمل تفصيلي تربيتي لاخر نفس. واو، حلوه دوله. باب ثالث، كاتب لي الهيت بايدك يا سيد المعلمين، استر. في اتزان اهو يا اسطى. which of the following represent the possible، احتماليه. نفس الدور الاول كوبي بيست، ده ما غيرش الارقام يا اسطى، انت متخيل؟ هي بجد الوزاره دي بتهبب ايه؟ هي بتعمل حاجه واحده عشان تطمئن قلوبكم. عارف؟ افتح بالله عليك، عايزك تتمتع وتاخد ثقه. افتح السؤال ده من الدور الاول مايو 2025 ده. الوزاره نقله كل الارقام. ايوه يا دكتور نفس الاجابه، خليك ذكي بقى، انا عايز افهمك الدوله بتعمل ايه. بس غيرت، افتح البي دي اف، غيرت بدل ما قالت لك زود حراره، هنا قالت نقص حراره. استرشاديات. طيب كي سي 80 ما انه A2 في B2. طب ما نعوض اسرع يا دكتور. حاضر، 2 في 2 على AB مرفوع الاس 2 تقريبا، عشان لسه مصور قبليها فبصمجت الاجابه حفظتها يعني غصب عني. كان 0.223 حاجه كده مولاريه. كلام بيحلو تمام. قال لي ماشي، ده كلامك قبل ما اطلب الطلب بتاعي انك تنقص الحراره. ده كده before decrease، نفس الطريقه اللي صورت بيها يا ربي. temperature، العب العب. لي شاتيليه، مساله في لي شاتيليه، نقص الحراره، والناحيه اللي اقلل منها والناحيه اللي اسقعها اروح لها ادفيها. طب لما هتمشي باكورد، ايه ده يا دكتور؟ انا رايح للاي بي، يبقى تركيزه هيزيد شويه. كلام خلص. 0.1 ده اقل، لاغي. 0.3 انا قفلت. هي انت بلعت. اقل، لاغي. نفس الفكره الوزاريه. Which of the following processes produce a saturated compound؟ ركز، saturated يعني كله سنجل، يا الكان يا سايكلو الكان.
with the general formula. قال لي لا اسمع بقى، انا طالب CnH2n. قلت له يا رجوله يبقى ده سايكلو الكان، ده سايكلوي الكان. يلا نراديوس الديهيد. قال يبقى اول. ايه الاول ده؟ برايمري الكحول وعلامته CH2OH وعلامته CH2OH. ده بقت كل بعض. dry distillation of sodium بنزوات. شيل سونا حط ال H، شيل سونا حط ال H، هيطلع بنزين. هو ده بقى يا اسطى سايكلو الكان، ده بنزين اروماتي يا دكتور. طب نيكست. طب ما تهدرجه بنزين طبعا يطلع سايكلو هكسان ساده. طيرت التلاتة باي طلع السايكلو هكسان، تعويض مباشر. كلكم نفسكم يجوا امتحان زي كده ها؟ ديهايدريشن اوف بروبانول. اشيل ميه، طيب كحول اشيل منه ميه عن طريق نزميه كونك H2SO4 180 طلع الكين. بروب يبقى بروبين. ناتالي. ايه يا اسطى؟ واحد يقول لي ايوه ما ده CnH2n برضه يا دكتور. ابلع الصفر. بيقول لك عايز ساتيوريتد. لاغي يا دكتور. 23 يا مانجا يا لوكس يا لوري. 24 بأدب. جايب لي مركبات اهو كده. جدد بقى اخيرا، نهدى بقى. following table show 4 مركبات عضويه، وطبعا هيربطها بالاستخدامات. ابص بصه بس استخدامات كده بقى. هوزز وخراطيم كده هنضطر مفاهيم بتاعه البوليمرات اديشن. لايننج كوكينج يوتنسلز ده بوليمرات اديشن اللي هو التeflon والحاجات والكلام ده. دراي كليننج ده كده استخدامات الالكان. بص هتلف لفه بنت حرام ازاي في المفاهيم كده. الوقت راح. بيحضر فينول. طيب والمركبات محتاجه شغل. طيب تعالى نبدا ده حبيب الملايين. C6H5 فورا قلمي بيتوجه ان يرسم حلقه بنزين. ده كلورو بنزين يا ابويا. طب كومباوند دي حبيب الكل. الساتيوريتد يا خساره يا ابويا. ساتيوريتد ايه ده؟ في 3 باي جوه. الدوريه دي مش للهندسه، دي 3 باي. دي انساتيوريتد. لاغي يا فرحه ما تمت. طيب تعال نشوف ايه. C2 ابعدي بقى. H4 Cl2. خليك كده فهمان. دكتور مش ده الكين؟ طب ارسم لي كده سي دبل بوند سي. رسمت. Cl2 ده عمل اديشن ده ولا ايه يا ابويا؟ ممكن كده وممكن ايزومرات مختلفه. طيب ناقص لها اتش، ناقص لها ايه؟ اتش. طيب ده حبيب قلبي اللي كان انساتيوريتد يستخدم في الهوزز. هو ده اصلا لما تفتح مفاهيمي ده داي كلورو ايثين صح؟ او حتى لو عملت ايزومر 1 داي كلورو ايثين. مش ده خالص. ما سمعتش على الكلام ده في الاديشن بوليمرايزيشن. مش ده خالص. اتفتحت يا باشا. كلورو ايثين. كلورو ايثين. فاينايل كلورايد. كلورو ايثين. لكن ده لاغي بره يا ابويا. طب بي انساتيوريتد. طب تعالى نجرب نرسمه. كربونتين 3 اتشات. تعالى نطبل ندي ده 3 اتشات كده. Cl واحده يا دكتور. طب ما كده بايظه. لا مش هينفع، توزيعتنا غلط. طيب نبص نجرب كده. ندي دي اتشتين يا دكتور. حلو كده. ناقص دي اتش ناقص Cl. خدي Cl كده. دراع 2 3. طب ودي دراع 2 3. يبقى مكانها دبل بوند. CH2 دبل بوند CH مدلدله حاجه اسمها فينايل. ايه اسمها؟ فينايل. ده انساتيوريتد. لايننج الكوكيز تمام. درينج تيوب، بلاستيك تيوب، شوز، هوزز، الكتريك واير، انسيليتور، اويل بوتل. يا فرحه ما تمت بالاستبعاد سي. هو ده الشغل يا باشا. طب عايز اتاكد يا دكتوره حصل. C2 H3 3 سيلات. ادي كربونتين. افترض حسن النيه سنجل 3 اتشات. طيب خد انت 3 اتشات. طب بجرب 3 سيلات. ده حبيبنا ده كده ظبطت. مش محتاج دبل. 1 1 1 تراي كلورو ايثان. 1 1 1 تراي كلورو ايثان. ماده الدراي كليننج.
saturated one of its isomers used in dry cleaning. ايوه ده ما انت هي بيكلمك على الصيغه، ما ده يطلع له ايزومرات، بس مش هنحل ايزومرات في السؤال ده، مش مستاهله. يعني بيقول لك شكل من اشكاله ممكن يبقى في الدراي كليننج. ايوه ده. شكرا، قفلت. سؤال احتاج شغل. سؤال جديد مختلف عن وضع امتحان 2025 اول. السؤال اللي بعده يا اولاد سؤال 25. which of the following is the compound produced من. يوه بجد ده يعني مغرق كل امتحانات الوزاره من ساعه 22 دور اول، لما العيال فضلت تعترض ازاي ما يقوليش الترقيم وانا احط الدبل مكانها فين والكلام العبيط اللي بيتقال ده. يا اسطى ما فيش غير رسمه واحده. جرب في اللجنه. ايسايل بيوتين ادي 1 2 3 4. هجرب يا عم كاني طالب، اكيد اول حاجه تيجي في ذهنك هنا. طيب واروح مدلدل هنا يا دكتور. طب جرب كده سمي، طلع ايسايل بيوتين يبقى انت المطرش. ها اطول سلسله كونتيننج الدبل 1 2 3 4 او 1 2 3 4 قشطه. الاب بيوتين مدلدل ايسايل. طب اخترت البوكس ده مدلدل ايسايل، خلصت. كمل اتشاتك بقى. بس يا جماعه موضوع بسيط خالص. هيحط له هبر. اخيرا اول ظهور لماركو نيكوف دور تاني 2025. اخاف اترعب اموت. فار اتشتين ولا اتش. ماركو نيكوف جوجو نيكوف will be applied. ان الغني فليزداد غنى والغني غني باتشات واتش تروح للريتش. فقرانه حمضانه ملطنه. خدي بقى الفتاته بت. انا خلاص ما بقتش بني ادم اهو. وتعالي يا بيارين ودول في حالهم. بس خلصت يا ابويا. ده سؤال على حصه الالكين مباشر. يلا نسمي اطول سلسله كربونيه. 1 2 3 4 1 2 3 4. جرب من هنا. 1 2 3 4 5. يا لوري يا لوري. 5 يعني بنت. سنجل يعني ان. لاغي يا بيوتان لاغي يا بروبان لاغي. يلا ادي الدلاديل اقل ترقيم. 1 2 3. طب ومن هنا 1 2 3 مش فارقه. قفلت بالابجديه. 3 بالرومو 3 ميثايل. 3 بالرومو 3 ميثايل. الكلام حلو مطرش. معادلة اتزان اتش اكس طلع اتش واكس ماينس. طالما فيها اتزان يبقى ويك. ايه الحكاية؟ ادنج مسألة الإضافة. خلي بالكم يا أولاد منها قوي. adding drops of a solution of pH 12. اقف عشان نعرف ايه ده في المسطرة. ناتالي pH مسطرة ما تخيبش. اكتر من 7 يبقى انت بتضيف مادة بيز. شكرا. على الاسيد تركيزك مع المادة الخارجية. تركيزك مع المادة الخارجية. التفاحة اللي بترميها الفاسدة ده pH يا دكتور بيز. لما ارميها على حد بتعلي pH المحلول. ما هو ده تأثيرها ايه البيز يا اولاد؟ بيعلي pH المحلول. فتعالى ننظف. اكيد البي اتش هيزيد يزيد يقل يقل لاغي لاغي. كلام بيحلو حلو. طيب تكسير او تفصيص الاسيد. طيب اقرا المعادله. اتش اكس بيتفصص كده. طيب ممكن نشوف بقى تاثيرها للشاتريه. ماده غريبه ماده غريبه ماده غريبه ماده غريبه. انيظها 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 انيظها. وبعد كده ربطها ربطها. مفيش كومن ايون. بس خلاص ورمنا نفس الدور الاول 25. الاو اتش يسحب الاتش. فالاتزان هيحس ان في حاجه بتتسحب منه وانا اروح على طول مطبق شفره. والناحيه اللي اقلل منها والناحيه اللي اشيل منها والناحيه اللي لا فاعله اروح لها انقذها. يبقى يقول بي شيفتد فورورد. فالاتش اكس يبدا يتفصص زياده 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 لكي يعوض النقصان الذي حدث. يبقى الديسوسيشن بيزيد. نفس فكرة 25 أول ومليانة في استرشادياتك متوقعة بطريقة كبيرة جدا. بكرة مادة المضافة. طيب بأكد عليك نفس الكومنت اللي قلته
في الفيديو اللي فات حضرتك يا ابويا كان اسيد المحلول بي اتش بتاعه اقل من 7. حصل ما حصلش؟ حصل. ضفت ايه؟ نوتش من بره، بتركز قوي على الماده المضافه الخارجيه. هتعمل ايه؟ بي اتش بتاع الاسيد قليل، فلما تجيب له حد البي اتش بتاعته كبيره يرفع ايه من مستواه، يقول لك لا صح لي كده، انا ماده بيزك بي اتشاتي عاليه، اعلى سيكا سيكا، ها مش هيبقى بلدوزر، سيكا. وممكن يقلبها مساله، يقول لك بقى ايه البي اتش الجديده. فطبعا اتدربنا، عايزين في الاول نعمل الفائض ونشوف الاكسس مول، انقص الاتنين في بالانس الفائض. جبت المولات الفائض، طيب انا عايز اعرف تركيزها، اقسمها على توتال فوليوم، ومن ثم اجيب اتش وبي اتش والدنيا بتبقى اللوكس. كالعاده نفس الفكره، دور اول 25 كوبي بيست. اول حاجه بتوجه بيها على هذا المركب، اعرف انتوا عاملين مع بعض ايه. فوت واحده، ده انتوا عاملين حته ميته بقى. يبقى بحل ازاي؟ لازم اضمن اللي يركب حلقه البنزين الاول يكون بيوجه ميتا، واللي طبعا اللي بيوجه ميتا فيها اوهات ما عدا الكلب او اتش، ده فيه اوهات، لا ده بيوجه قرص وباره. طب ده يا اسطى يبقى اول حاجه يا دكتور لازم اعملها اركب ان او 2 في معادله النيتريشن، احط نيتريك في وجود حبيب قلبه كونك سلفيوريكي نزع المياه، ثم اركب ميثايل، دي اسمها ايه؟ الكلا، الكايل جروب، الكايليشن. كلام بيحلو. سؤاله ايه بقى يا اسطى؟ which of the following is the final؟ الكلا، تعويض مباشر. فهمتوا خطة يا جماعة؟ لما يجيب لك المركب والكلام ده كله تدرس برجولة الأول. ماشي. 27 في الجيب ما فيهاش أي مشاكل والدنيا سهلة. 28 عضوية by alkaline hydrolysis of butyl بيوت ان او ويت ايل او ويت ايل او ويت ايل او ويت كو استارات. كو استارات اول اسم بعد الكو بيوتايل يعني 4 كربونات، ادي 1 2 3 4. بيوتايل اهو، ده ايه ده؟ بيحب الاربعات ده ولا ايه يا عم؟ لسه هنا في بيوتانويت، ركز عشان بتغلطوا انتوا، بترزعوا 4 سقطت، لان ده بيوتانويت رباعي. ما في يا اسطى والله كربونه هنا، ما ده في كربونه محسوبه، ليه بتتعاملوا مع الكون انها لاغي؟ كربونه يبقى ناقص 3. الله يفتح عليك. ممكن للوقت سي 3 اتش 7. عايز تعمل ايه يا لولو؟ قال لي انا عايز اعمل الكالاين هيدروليسيس. قلت له انا بكسر ما بين السي او والاو واظرف اتش الاو يطلع بيوتانول، 1 بيوتانول، 1 بيوتانول، والباقي للسي دبل بوند او الالكالاين هيدروليسيس ان او اتش. انت اديت اتش ناقص قلنا، يبقى سي اتش 3 سي اتش 2، دي 3 كربونات. حلو اهم، فكيت السي 3 اتش 7 يا ابويا، سي او او ان اي. يا سلام لو عملت دراي ديستيليشن شيل سونا احط الاتش بقى بروبا. خلصت. عايز ايه يا هلا؟ which of the following is، يا حلاوه اقرا عدل، ان ايزومر للكحول. انا زهقت من الكحول الرباعي ده، عايز 2 بيوتانول ولا ميثايل 1 بروبانول ولا عايز ايه؟ ازاي يا اسطى اسيد يا اسطى؟ 1 بيوتانول الايزومر او الجلنفل اللي هيختار سي، وغلطته هو جبار علم ومذاكر وطاحن نفسه بس ما قرأش. عايز ايزومر ليه مش هو. ميثايل بروبانيل، والله الالدهيد بقى ايزومر للكحول؟ لا، امال ايزومرات الكحول ايه؟ ايثر، ثر مش استر، ايثر. اتاكد. داي ايثايل، هي الايثايل الواحده كربونتين، لما اجيب نسختين يعني 4 كربونات. وريني. ايوه انا معايا 4. قفلت. شكرا. هو ده الشغل، غيره. مساله استر. ذا سوليبيليتي ديجري، كذب. اقرا بهدوء. ما شاء الله وضع الامتحان بقى يحط الكي اس بي بدرجه.
ذا solubility degree دي بقى يا اولاد اسمها ايه؟ كي اس بي؟ لا يا دكتور، درجه ذوبانيه دي الاكس. الله يفتح عليك. بي بي اي 2 اديني الاكس. يا ترى مين السولوبيليتي برودكت؟ عايز الكي اس بي. ايه الجمال ده؟ حن عليهم يا راجل بكره مفرتك الدنيا. ليد واللي تحت يتكتب على جنب. ودي ادي اكس، ادي اكس كلمني الجبرا، ادي 2 اكس. يلا نعوض الكي اس بي. طب وقانون الكي اس بي ايه؟ اكس مرفوع الاس البالانس 2 اكس ريز تو ذا باور البالانس. انا ورمت من البراكت ده يا جدعان 4 اكس سكوير واكس 4 اكس كيوبيك. ايه الاكس دي يا رجاله؟ يا سوليبيليتي ديجري، يا سوليبيليتي، يا كونسنتريشن بالمولاريه. طب ما انا معايا الاكس. طب يلا مساله خلصت. غلطه فادحه بيعملها اوائل الجمهوريه، ما بالك انت؟ ايه بقى؟ عارف بيعملوا ايه على الاقل بقى؟ بص التوتر، بص ادرينالين اللجنه، بص ادرينالين اللجنه. يروح عامل لي على الاله يفتح براكت 4 ملتبلاي الرقم، كل ده مرفوع الاس 3. حرام عليك يا ابني. الرقم ده يا ابني هو بس اللي مرفوع الاس 3. 4 دي في حالها ملتبلاي براكت. ليك حلو. نضيع في الصح. 4.08. قربها يا وضع الامتحان. ماشي. 4.1 تايم 10 باور نيجاتيف 8. مطرش لوري مرزب. كان العام الماضي هادئ وحنين للغاية، بالعكس يقدم ضحك في مسائل الكي اس بي. ماشي قشطة. 30. الله. كروميوم اسيتات. طلع 2 اسيتات وكروم. عايز ايه بقى؟ ركز. وين دروبس اوف صوديوم اسيتات. ماده غريبه ماده غريبه ماده غريبه. انيظه. العب. صوديوم اسيتات بيتفك الاسيتات بس. خلاص يا دكتور تعويض مباشر. ليه؟ انا لقيت كومان ايون، ما انا بدلق من بره. ده بيتفك الاسيتات وهنا في اسيتات، كاني زودت بايديا واطبق شفره الناحيه اللي ازود فيها الرياكشن يروح عكسها، يبقى رايح للسوليد. طيب ذا سوليبيليتي اوف كروميوم 2 اسيتات بتزيد يا اسطى. ده انا رايح للسوليد، الترسيب بيزيد. وزن الكروميوم 2 اسيتات وزنه بيقل يا اسطى. بقول لك رايح اكونه يعني وزنه بيزيد. الريت اوف ذا فورورد بيزيد يا اسطى. بقول لك راجع باكورد. طب تركيز الكروميوم 2 اهي اهي انا ماشي كده اديته ظهري بيقل. انا مطرش، انا لوري، انا مرزبه يا جدعان. هو ده اللي اعرفه. الدنيا حلوه. 31 باب الربع. in an electrolytic cell of purification. مهمه دي بالراحه. تنقيه النحاس من الوساخه. الماس اوف انود. ركز. ماس الانود اللي هو كنا بنجيب ايه؟ امبيور. الانود الالكتروليكيه امبيور كبر. ماله؟ كان 20 غرام. اوكي بيبي. والكاثود اللي هو كان بيور، اللي كان بيور كبر، كان 20 جرام برضه. ودي. طب والمحلول نفس نوع الماده اللي انا بنقيها، فطبعا هو بينقي نحاس، يبقى فيه كبر بوزيتيف 2. ارجو التركيز الحاد. Which of the following represents the masses of this electrode at the end of purification. بالراحه. انا عارف ان الانود شلال شغال بالبي ايونات في المحلول بيتاكسد صح؟ اكيد الانود وزنه بيقل. بس ركز قوي، ما تنساش ان هو معاه امبيورتيز. يعني مثلا زي ما خدنا في كتاب المدرسه الكبر ده مثلا معاه زنك، معاه حديد، الكلام ده كله. زنك الاول زن في سن اهو. فحضرتك في حاجات تانية عماله تتاكسد صح؟ يعني الكبر والاباف بيجيت اوكسيدايزد. حصل ما حصلش؟ حصل. يعني معدل نقصان الانود زوفه. ليه؟ لان الاباف الماده اللي بتتاكسد الماده اللي بتتنقى كلهم بيجيت اوكسيدايزد، فمعدل النقصان زوفه صح. طب مين اللي بيرسب هناك يا اخواتي؟
والله اللي بيرسب هناك يا دكتور الكبر ايون يروح يتراديس يرسب. طيب انت شايف ايه يا ابويا؟ والله انا شايف معدل نقصان الانود اكتر يا دكتور، لان هي بقت بيسين بقى. الزنك ينزل يبقى ايون، الحديد يبقى ايون، الكبر يبقى ايون، كل ده عمال يخس يخس يخس. اللي بيرسب هناك حاجات بسيطه. يبقى لازم يا دكتور معدل نقصان الانود يبقى اكتر من وزن الكاثود اللي هيترسب عليه. شكرا، السؤال خلص. انودي يقل، ده زاد، يا نهار اسود، اي زياده هديله بالجزمه. هيقل، يبقى 18. قل قد ايه يا ابويا؟ 20 من 18 قل 2 غرام. الكاثود كان 20 زاد 3 غرام، ده اتفقنا ان الكاثود يبقى اكتر؟ لا طبعا، بره. 20 بقى 17 قل 3 غرام. الكاثود 20 بقى 22 ونص، يبقى رسب قد ايه الفرق ما بينهم؟ 2 ونص. اهدى كده. دكتور ده قل اكتر من الترسيب، عجباني بس اتاكد. قل 4 غرام، الكاثود زاد 4، يعني اللي نقصه قد اللي رسب، ده بيقدم ضحك. يبقى الاجابه لترسيب. في الدور الاول عمل نفس الفكره بس جابها الكتروبليتنج، وايه جابها امبيور، ودي بقول لك كانت يعني حته كده عملت ايه بلبله للعين. بس فهمتك، ده الراجل القهوجي هيجاوبها طالما الحاجه فيها قذاره. اكيد مش كل اللي هنا هيرسب هنا. كلام خلص. قشطه لورد. ماشي. اخر سؤال بدرجه، والدنيا ماشيه حلوه قوي والحمد لله سريعه. من المعادلات الاتيه which of the following represents the potential of x x positive 2 اكسده؟ طيب بالراحه، مديني معادله اكس وام، دي كده المعادله كامله، وبيديني الاي سيل يعني مديني الاي ام اف كامله. يلا نحلل المعادله. من 0 لبوزيتيف 2 الرقم زاد اكسده، بوزيتيف 1 بقى 0 الرقم قل ريدكشن. مين البابا اللي بيحصل له اوكسيديشن؟ وادي الام. انا رتبت اكس انود اكسده، ام كاثود، جدع على. طيب اف نحلل من 0 لبوزيتيف 1 الرقم زاد اكسده، اي اوكس ما تغيرهاش. يلا نحسب قانون الاي ام اف. طب ما هو مديني الاي ام اف 1.9 ايكوال اي اوكس الانود، اي اوكس الاكس معايا؟ لا ناقص اي اوكس الكاثود، معايا ناقص، خلي بالك. فانا كده على الشيفت كالك هجيب اي اوكس الاكس اللي هو اصلا طالبها يا ابويا، عايز اكسده. مساله تيخ الست يا جمال الرابع، حلاوه الرابع. 1.9 الفا ايكوال الفا اكس ناقص 0.8. شيفت كالك بسم الله. 1.1 فولت. اتاكد بس عشان وضع الامتحان ممكن يغربل، يكتب لك اكس بوزيتيف 2 الاكس يبقى عايز ريدكشن. لو عمل كده ما تنساش تشقلب العلامه اللي انت جايب اي اوكس. لو شقلب اشقلب له انا كمان، هو هيشقلب وانا اسكت. ماشي، ده اللي عندي. نهايه اسئله الدرجه. الدنيا يعني ما حسيناش باي قسوه، يمكن توقفنا عند سؤالين فقط بكتير، وغير كده ضحك بيقدمه واحد بتاع زي دور 25 اول. يلا بينا على اسئله البوم الدرجتين، اتفضلوا. يلا اولاد بقى نشوف الاسئله اللي بدرجتين من 33 ل 44. Which of the following is correct order of some processes during production of steel؟ ايه عايز تنتهي بالستيل؟ ده انت عايز تنهي باللوي. يبقى انا راجل فهمان، لازم انتهي باخر ستيب الايرن برودكشن، او اي الاوبن هيرس اوكسجين كونفرتر الكتريك فيرنس. ماشي، والستيل ده ايرن وكربون. ميكسنج اد اميكس. اوعى تقول رياكشن. ينفع انهي بكراش؟ نظف يا ابني. روست؟ نظف يا ابني. اشيل وساخه؟ اهدى، لان دي بتحصل في اخر خطوه. اديشن؟ لا، اديشن تكسب. طب عايز اتاكد. معاك ايرن اور، ارسطو بقى هيما، اكرشه. سقط.
اكرشه ازاي يا ريس؟ اكرش تيجي بعد الروست، برافو، 0. يعني انت وقفت عند النقطة وقلت الحمد لله اخد باله، بس ازاي نجيب الدرجة؟ عايزين نهنبق على الهوا. ما انت قايل ممكن تكون ريموف، يعني عيال بتحس بجد فعلا ويعترضوا، يقول لك ايه او ازاي يعني اخر خطوه يعني ازاي اضيف غلط؟ ما حبيبه قلبي دي الله يبارك لك، ريموفال امبيوريتيز دي من ضمن اخر خطوه. افتكري كده الثيرد ستيب، كنت بريموف الامبيوريتيز اللي جايه بسبب الافران بنفس الافيه اللي بقوله، كنت انت مش قاعد في مراسي، انت قاعد في فرن. تمام، فنظف بعد كده اضيف الديزايربل. فلما تيجي تبص يا ابويا، حلوه يا وضع الامتحان، عمل تويست يا بنت حرام. الاور ادشدشه بقى سمولر سايز، بعد كده البد واجمع الفتافيت، بعد كده راديوس افران بقى مولتن ايرن، انضف وبعد كده انتج الستيل. الاجابه بيه يا جماعه، ولا في اي لغط ولا في اي وش. ازاي يا اسطى اكرش قبل التحميص؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ ما قلنا في ترتيب. اور معايا احمصه بعد كده كراش، غلط طبعا. بحسن فيزيكال ميكانيكال ثم كيميكال. انا دماغي ضربت، حد يطلعني من هنا. مسائل، اتفضل احكي بقى يا ابويا. 200 مللي فوليوم، 0.2 مولاريه كونسنتريشن اوف سلفيوريك اسيد. ايوه هي دي. از ادد تو، اضيفت. حاجتين اتحطوا على بعض، ركز. فوليوم كونسنتريشن كالسيوم هيدروكسيد. السؤال الاول يا اولاد، هما نفس الماده؟ لا، يبقى ما ينفعش اعمل اللي هو القانون بتاع الخلط، اللي هو عدد مولات توتال على توتال فوليومي M1 V1 زائد M2 V2 على V1 زائد V2. لا، ده حاطط اسيد يا دكتور على بيز. اقسم الكدر نصين، امال مصحيني بدري ليه؟ ايوه علشان تخش تروح كده تأدي وتلعلع كده وتلعلع كده. ربنا يكون في عونك يا ابني. اطلع وبعديها اخرج روق، ولا يهزك اي حاجه. نفسيتك يا عم، لعن ابو الدنيا يا اخي. 2 و2 موزونه. اقسم الكدر نصين بالراحه يا اولاد. سلفيوريك كونك فول بالتحويله 0.2 على الواحد هنحسب. وانت ولا كونك بالتحويله على الواحد عشان اعرف مين الماده الفائض يا ولا. صح؟ ما هو الخلط ده ممكن يكون جعجعوني. 0.04 مولز. 0.06 مولز. مش بقول لك مين الفائض بقى؟ الرقم ده اكتر يا دكتوره، ده الفائض اكسس. طب واللي خلص اسمه ليميتنج رياكتنت. وبفكرك في مسائل تانية، وحتى دي انا مش مسائل تانية، ما هي دي طريقه شغل الليميتنج رياكتنت السريعه. لما يديك معلومات على تو رياكتنتس اجري بسرعه ليميتنج رياكتنت، لما يديني معلومات كامله على تو رياكتنتس اللي في الاول اجري بسرعه ليميتنج رياكتنت. اعمل ايه؟ اقسم كدر نصين. طب لو عايز انا الان رياكتد يا رجاله، ده كبير ناقص صغنطوط في بالانس الفائض. يا ابن المحظوظه هنا برضه ب1، يعني لو كنتش اعرف بالانس الفائض هتعدي. عايز ايه يا اسطى بعد كل الكلام النوش ده؟ which of the following represents the mass of the unreacted. unreacted بس خلي بالك خلي بالك، لا فوق لنا يا اخي. عايز تنام؟ هننام. حاضر حاضر حاضر. الانرياكتد مولز، انا هنا بجيب مولز، هنا مولز يا رجاله، هنا مولز 0.02 مولز. ايوه يا مستر، بس وضع الامتحان عايز ماس يا ابويا. حاضر، يلا نجيب الماس. مثلث الصغنطوط، عدد المولات في المولر ماس. مولر ميس مين؟ مولر ماس مين يا ابويا؟ الماده الفائض، ما احنا عمالين نحسب، ما هو ده الفائض كالسيوم هيدروكسيد. طيب عدد المولات 0.02. مساله حلوه قوي يا دوريا تاني، بحب فكره قسم الكدر نصين دي. كالسيوم هيدروكسيد 40 زائد 2 في 16 زائد 2
74. مسألتك خلصت. تطلع 1.48 غرام. أكد على الفكرة دي معلش تاني لو أنت متغربل. رجع كده بس، حل بإيدك بسرعة. رجعها كده، حل بإيدك بسرعة. معلومات كاملة، أسيد وبيز، اقسم الكادر نصين. مصحيني بدري ليه؟ ماشي ماشي. لورد عايز اقول ايه هنا؟ مش عارف انا عايز اقول ايه هنا، بس انا كاتب حاجه مش عارف. مش عايز اقول حاجه خلاص. خلاص. مسألة بدرجتين باب رابع. الفكرة المهمة قوي عشان خاطر يا اولاد يا جماعة، انا صرخت على كل المنصات. في الكتروكيميكال سيل، يا ترى جلفانية ولا الكتروليكية؟ مالكش دعوة بالمعادلة الرئيسية. روح اشتغل هنا، اعمل لي ترتيب، هنشوف. لو مشيت مع المنطق اللي رتبناه، جلفانية، تلقائية، كهربية، بطارية، بوزيتيف. عكس الترتيب، برافو، الكتروليتك. طيب من 0 البوزيتيف 2 الرقم الزاد اكسده ما تلمسهاش. بوزيتيف 1 بقى 0 الرقم قل ريدكشن. لا يا باشا، انا بشتغل بالاي اوكس عشان اود لوكس وشقلب العلامه. يلا ترتيبه: نيكل التوب، سيلفر كانتالوب. بس ده الترتيب التلقائي الجلفاني يا اولاد. ده الترتيب التلقائي الجلفاني. يلا نجري على المعادله ونهدى. يا ترى النيكل فعلا هيتاكسد ان هو التوب؟ وريني. الحمد لله مشي مع المنطق كده، مشي مع المنطق صح كده. اوكس انود اوكسيديشن توب. شكرا. يبقى اولا جلفاني يا جوفاني. طيب عايز الاي ام اف. يلا بينا. اي اوكس الانود نيكل باشا 0.23 ناقص اي اوكس الكاثود ناقص 0.8. ركزوا يا رجاله. 1.03 مطرش لوري مرزب. فيها مشاكل يا جدعان؟ دنيا فله فل. سهله حلوه قوي. عضويه from the following. حاضر تعالى لي. بسم الله. كحو حبيبتي الديهيد. طيب تعالى نرسم بقى عدل بعد اذن اللولو. ماشي. اهو. ودي سي براكيتات دي ملكها، واحده على السطر، واحده فوقيها، واحده تحتيها. يلا وضع الامتحان عايز يعمل ايه؟ عايز يراديس. قال اول برايمري الكحول وعلامته برايمري الكحول وعلامته سي اتش 2 او اتش. شيل برواز. هو ده اللي بكلمك عليه بقى. بيخضوكوا. انت بقى بتتغربل. ما انت لو تفتكر لمساس دونت تاتش ايدك. لمساس للي بره ببرواز. الطعه زي ما هو. ابوس ايدك. شفت؟ مش قلت لك بيخضوكوا بمجاميع بره ولا الهوا؟ انا عندي مبادئ يعني يا رب. بعد كده حط HCl الكحول بيتفاعل مع هالوجينيتد اسيد. شيل OH حط هاليد. خلصت. ربنا يكرمكم، ربنا يهديكم. انا قفلت. ايه ده؟ برايمري طرش، سكندري لاغي. ده عنده اتشتين يا ابويا. طب بي ده 2 كلورو بيوتان 1. اطول سلسله كربونيه الاول يا رجاله. 1 2 3 بروب لاغي. طيب بي بروب ان طرش. بالراحه واحنا بنرقم. ادي دي الاقل ترقيم. روح رقم من الجهه الاقرب للفرع. 1 2 ظهرت الافرع. اول لو جربت من هنا 1 ظهر الفرع 1 تكسب. ده مراقم. 2 2 ماشي. وفي ميثيل وهنا كلورو. يلا نسمي الاجابه النهائيه بالابجديه. 1 كلورو تو 2 دايميثايل. 1 كلورو تو 2 دايميثايل بروبان. مطرش لوري مرزب. اسئله الدرجتين بتاع الدور تاني اجمد مليون مره من دور اول حتى الان. لهاليبو يحيح
which of the following represents the correct order of chemical process required to prepare. ايوه خش uses يلا يخلص. شايفك في الورقه الامتحانيه. in treatment pains of rheumatism. بتاع الام المفاصل. مروخ لما لعبت في الكوخ بتاعت سيليك اسيد. ابدا بمين يا ابويا؟ قال لي بالكربوليك. قلت له ده انت شادد قوي في درجتين، ما انت بتعرف اهو في خاخ الامتحان ولا في خاخ المنهج. يلا يا ابويا كمل. فينول ريدكشن بالزنك. نزلوا زن على العيش الفينول لقوه زنك سخن في البنزينه بنزين. ألكل اركب له مجموعه ميثايل تولوين يا ملك ال60 7 8 C7H8 فعله مع اسيتيك اسيد. لا احنا بجد يا اسطى بنهرج. انا عارف عشان اعمل مروخ ال3 ام لازم احط ميثانول. حط ميثانول رياكشن مع ابسط اورجانيك اسيد. لا انا عايز ابسط كحول. انا قفلت يا باشا. انا غبي بصراحه. كنت ابتديت بالمهاره السهله، كنت خليك تحل السؤال ده في 3 ثواني. اعتبرني ما حلتش. مروخ، فانا عارف مروخ هاتوا سالي حطوا عليها ميثانول يطلع ميثايل ساليسيليت. هو المروخ ال3 ام. طيب يبقى انا لازم انتهي ان احط ميثانول. افعل اسيتيك اسيد؟ لا اسيد اسبرين اسيتايل ساليسيليك اسيد. احط ابسط برايمري. ما ابسط برايمري الميثانول مش الايثانول. قفلت. اكسد في وجود V2O5 و400 حراريه ده بنزوك يا عم. لاغي. ابسط حمض يا اسطى عايز ميثانول. المفروض كان يتحل في ثانيه الا ثانيه. انا اللي طولت، انا اسف. المساله اللي وراها يا شباب كده اللي بدرجتين مساله حلوه جدا 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 من الافكار اللي كنا عمالين نعملها في شابتر 3 بتاعت الميكسنج، واللي بصراحه اختفت اختفاء مريب في استرشاديتك كلها. فكويس ان هي جت دلوقتي عشان في كانت طلبه كتير كانت كتبت كومنت مسائل الميكسنج. طيب هنا مش ميكسنج اللي هو السهل اللي هو تقول لي يعني مش دغري على طول كانه باب تاني. احنا قلناها في ليالي الامتحان والحصص اللي هو فاكر لما مثلت لك ازازه وازازه وقلت لك شعارها سموزي بارادايز لو تفتكر يعني او تابعت. لا هنا بس مدخل حته باب تالت بسيطه. ازاي؟ تعال نشوف. جبت ازازه ناوتش كان الفوليوم 200 مللي. البح ب3. عجبني جدا ان بيتكلم بلغه البيز، لان الناوتش ده احنا في باب ثالث لازم اصنف سترونج اول بالريشيو. الحمد لله مش قوانين ولا سكوير روت كب في سب ولا كده. طيب البح ب3. قلت له طيب تعال نجيب تركيز الناوتش بكام؟ لا خليني ابدا بالبح ب3 معلش. يبقى اجيب من مخطط كبير تركيز ال OH 10 باور نيجاتيف بح. 10 باور نيجاتيف بح. تمام. وحظك ان هو تركيز النوتش. ليه؟ لان ال NaOH بتطلع واحده OH، فتركيزك هو تركيزي سترونج ماليه هو لك. عكس كالسيوم هيدروكسيد بيطلع 2 OH بيبقى الضعف. فتيك كير. ماشي انا جبت اهو ده. طيب نجرب الازازه الثانيه 300 مللي نوتش برضه. البح ب2. قلت له طيب البح ب2 اجيب تركيز ال OH 10 باور نيجاتيف بح. هي تركيز النوتش لان ماليه هو لك ريشيو 1 to 1. طيب تعالى نفتكر في مسائل سموزي بارادايز. هو احنا كان هدفنا يا اولاد نجيب ايه؟ والله يا دكتور عايزين نجيب الكونسنتريشن الجديد. طيب نتاج الخلط. صح. لو انا قدرت يا دكتور اجيب نتاج خلط ده بده الدنيا هتحلو على الاخر. ماشي. انت معاك تركيز ال OH هنا وتركيز ال OH هنا. رائع. طيب ما تيجي نجيب بقى تركيز ال OH نيجاتيف نيو افتر ميكسينج. افتر ميكس بعد الخلط.
فاكر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل ايه حضرتك؟ في واحد يقول لي خليني يا دكتور اجيب عدد المولات. قلت له ازاي؟ قال لي ما انا معايا تركيز. قلت له صح، ومعايا فوليوم. جدع يا اسطى. طب ما كونك فول نمبر اوف مول فوق لنا بقى يا اخي. كونك فول نمبر اوف مول. فاكر M1 في V1 زائد M2 في V2 على توتال فوليوم. مسألتك خلصت. M1 ده 10 باور نيجاتيف 3 في الفوليوم 200 بالتحويله 0.2 زائد 10 باور نيجاتيف 2 في الفوليوم 0.3 صح؟ كونكيف فول نمبر اوف مول 200 و300 500 يعني نص. اجيب تركيز الاو اتش اللي هو انا بفكر اهو اللي هو تركيز النوتش، لان الريشيو 1 تو 1. بس خلاص يا ابويا، بس خلاص. زي بالظبط سموثي باراتايس نفس الماده، بس هو طولها معايا شويه هنا. ليه؟ عشان خاطر بس ربط حته تالت، ما جابليش التركيز بتاع النوتش على طول. قلت له سهل، عملنا اللي عملناه والدنيا في المنكش منه. 6.4 ده انت عايز ايه؟ بح نيجاتيف لوج الاح نيجاتيف لوج الانس. توحشنا عم مهاب. 2.19 اللي هي بالتقريب 2.2. توحشونا يا جدعان والله. سنة للتاريخ يا رب بس يكرمكم عشان الفرحة تكتمل، ترجعوا مبسوطين والدنيا تبقى لوكس لوكس لوكس. ماشي؟ فيها مشاكل والدنيا كده حلوة. افتكرت كده الدنيا دي بتاعت الميكسينج نفس الإزازة. كونكيف فول عدد المول زائد كونكيف فول عدد المول، مولات على التوتال فوليومات. مسألة جميلة جدا 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 جدا. ماشي. نيكست يلا بينا. 4.64 غرام اوف هايدريتد ملح دوت اكس ميته تسخين، ملح لوحده زائد ميته. يلا بينا نجهز الشغل اهو. زائد دوت اكس ميته، يلا تسخين. ملح لوحده او ذوبانيه يدوب يطلع ملح زائد اكس ميته. طيب هو جيفن ايه يا ابويا؟ 4.64 غرام ده الهايدريتد. اكيد هيعذبني عشان اجيب ده ويعمل مساله تربيط زي كل امتحانات وزي الاول. is dissolved in water. ماشي، لما يدوب في الميه الملح اهو والميه اهي. ها فورمينج ايه بقى يا اسطى؟ 100 مللي 0.2 مولاريه سولوشن. ده انت مديني معلومات لوكس. كونكو فول ودي يا مول، كونكيف فول ودي يا مول، كونكيف فول ودي يا مول. فانا رايح اجيب عدد المولات بتاعت طبعا الملح. ماشي. كونكيف فول 0.2 بالتحويله في 0.1 تطلع بسرعه 0.2 في 0.1. اجري يا مجدي. مول. طب يا دكتور انا زعلان ليه يا ابويا؟ ما يا دكتور انت عارف ان انا في الفولاتلايزيشن محتاج جرامات. عندك حق، ولا تزعل نفسك. ما تعرفش تحول مول لجرام؟ لا اودي عدد المولات في المولر ماس. ده راجل مجدع حاسبها لي تطلع 2.84. رقم منطقي جدا. فوادي يطلع لي ويقول لي والله يا دكتور انا زعلان منك قوي. ليه يا حبيبي؟ يا عم عايزين ننهي ونعملها مبوسه بقى. قال لي معايا كونك يا دكتور ومعايا فول ومولر ماس. فين الجوجو يا دكتور؟ من امتى واحنا بنطول الخطوات دي؟ هو انا بحل فعلا، افتكرت كده. بس انت شايف اللي انا عملته؟ ما يعملوش بشر، والله العظيم ما يعملوا بشر. ده محتاج 2 من 3 مدرسين نقدمه. فانا فعلا دماغي. انت تكسب، مش هتتمنتج، هتشوفها. انت تكسب. ماس
جوجو. ما تخلص يا دكتور. صح، خلاص بقى يا اخويا بقى. صح، خسارتك يا جوزيف عادل. ايوه يلا نديها مندبه. جهز الشماعات يلا، انا مجهزها اهو. جبت الماس اهو، بس انت ازايز. يلا نجيب ميتها. 1.8 غرام بس. يعني ربط حته جوجو بالهايدريتد، مش مساله عليا. افتكرت بقى تايتريشن بريسيبيتيشن. عايز طبعا حضرتك الاكس كالعاده يا ساده، العلاقه ما بين الملح واكس ميته، والسطر الاولاني كتب لوحده غرام غرام مولر ماس 142 غرام غرام مولر ماس 18 اكس. شيفت كالك خلصت. يلا بينا. 5 بالظبط، حاجه تفرح القلب. ماشي. مسائل المساله دي اسهل. كان الدور الاول عمل واحده مجرمه اللي هو المتعودين عليها، فولاتيلايزيشن بريسيبيتيشن ولا تايتريشن دي. ماشي فل يا رجاله. 40 يا ولا. باب تالت. اهدى. when drops of nitric acid نيتريك HNO3 صنف. ده باب تالت. سترونج اسيد يا دكتور. كله يتأنيظ بالكامل. ماشي. is added to the previous system. مادة غريبة أنيظها. أنيظتها يا دكتور. ادي اهو H بلس. تمام. كومن ايون. وكأن بإيدي بضيف هيدرونيوم. الناحية اللي زود فيها الرياكشن يروح عكسها. يبقى هيتجه لصنع الموليكيولات. يصنع الموليكيول، يروح يكون. معدل التفصيص يقل، الايونات تقل يا ابويا. طيب عايز طلباته ايه؟ which of the following represents the concentration of hydronium. طيب لو انتوا غلطتوا بقى في دي كمان بجد انا هولع في نفسي، او مش هخلي الجان بكره تمتحن، او امتحنوا وهببوا الدنيا. بس انتوا جدعان يا ابني بقى. بص برضه نفس الفساد الفكري، نفس الفساد. هيقول لك ايه يا دكتور؟ انا مشيت اديته ظهري بتقل. يا جودي انا تعبت والله العظيم، ما بقيت قادر اتكلم ولا اشرب بق ميه حتى. يا حبايبي ركزوا على الماده المضافه من الخارج. انت حاطط بايدك اسيد، حاطط بايدك نيتريك، كله بيتأنيظ. ده لو حطيت حتى ويك بيتأنيظ. تركيز الاتش بيزيد يا ابويا. انت ليه بتجري مع الشاتيليه؟ ليه ركز مع اثر الماده اللي بره. انت طب صلى اللي يشفع فيك. زيزو صلاه. خش. حضرتك بتضيف ايه من بره؟ اكيد يعني لما بتعمل مشروب حضرتك رحت ضايف على الكركديه ملح، هتشوف اثر الملح. شفت؟ ركز مع المضاف. حطيت نيتريك، ده باورفول فتاك، ماده اسيد، يبقى هتزود الاتش. فطبعا اللي اختار ديكريز يعني الوزاره تكون كده اديت له الصفر صح. كونستانت لا، ده انت بتهرج. دي مصر استبعدتها. انت مستبعد بي ودي. انت تمام. انت اتغربلت يا ابويا للاسف. ده فخ وزاري ابن حرام. اجابه سي يا جماعه، عشان خاطر يا جماعه. لا احنا مش وقت نتناقش. خلاص انت جاي تقابل خلاص المدفن بتاعك بكره يا ابويا. الله يبارك لك. واحد يقول لي طب ما هو راح كده وادى ظهره كده. تاثير الماده المضافه الخارجيه مهول، هو اللي بيسيطر يا جماعه. حاطط اسيد من بره، ده بيطلع اتشات زوفه، وكمان جايب لي سترونج. حتى لو كنت جايب وي ما بيطلع اتشات بس مش زوفه. فركزوا مع الماده الخارجيه اللي بره. الكلام خلص. حاطط من بره. الايكوليبريم مهما يقلل مش بقوه الاتشات المهوله اللي ضافت. سترونج كومبليتلي ايونايزد. ماشي. بيحصل ايه للكي؟ ما تتغيرش ما تتأثرش الا بتغيير الحرارة. خلاص اخر مرة هتسمعها، تفضل ثابتة. طيب وهو الرقم ثابت. انا كده خلصت. ماشي يا لولو. مسألة حلوة. عضوية. which of the following represents the required processes to obtain aspirin من المروخ؟ يا ولاد اللذينة حلوة دي. جايب لك بقى اخر 2 في المنهج دي. ابدأ بمروخ، انقل من المفاهيم. اخر ورقة، اخر ورقة.
انا لما الروح عشان اعمله لعبت في الكوخ بقيت COO كان بميثانول فاتحط CH3. طيب اعمل والاو اتش كانت في هالو. يلا بينا بسم الله. خليك ذكي يا اسطى، خليك حلو وشطور. الاسبرين كنت فاكر ازاي؟ اسبرين حطيت اسيتيك اسيد. فما خليكي احط كحول في الاخر لاغي. حط اسيتيك اسيد ايثانويك خليك. حط كحول ايثانول لاغي. فلترت كده مضطر امشي خطوات. اسيدك هيدروليسيس. اسيدك هيدروليسيس بكسر ما بين السي او والاو واظرف اتش الاو ميثانول. اسيدك باقي الاو اتش. رجعتها تاني سالي. بس خلصت. برجعه الاصل. رجعتها سالي 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 سالي. فل يا صاحبي. بعد ما معاك سالي حط عليها اسيتيك اسيد تطلع اسبرين. حط ايثانويك صح. امونولايسيس لا انا بطلع اميد. سؤال تعويض مباشر بصراحه. بس قشطه لورد. ماشي اللي بعده. باب رابع. باسنج كارنت. اول ما يديك كده اكسب ثقه في اللجنه. هات الكيو سي اي في تي فيزياء على طول ما تفكرش. لما ايدك تعمل كام خطوه بتنبسط. في 60 بس ما تنساش تحول. الله يبارك لك. حد ينسى ال60 يا ولدي المبتغى يا ولد. ماشي. واحتياطي اكتبها بالفرضاوي على 96500 احتياطي إذ ربما لو احتجتها. كمل مسألتك. في 12 جرام ايه؟ بيوي مولتن ليد كلوريد. ده انت جايبين العينة بتقلدوا. ايوه الدور الاول. طيب يا ترى ايه الصح؟ كلها ولا مش كلها؟ طيب نفس الخطة اللي عملناها دلوقتي. ده بيطلع للداوي و2 كلوريد. حصل. انا عايز اعرف الماس ديبوزيتد بتاع الليد. معايا كهربيه وعايز ماس اطلع بينا على الساحل. اصل انا عارف ال 96500 كولوم بيديني ايكويفالنت ويت الماده بالظبط. هشتغل على الليد. فين اللي ما بين اقواس يا ابويا؟ 208. والفالنسي داي لوكس 104 غرام. امال انا لو معايا كهربيه 7200 كولم يا ترى مكافئتي كام؟ 7200 في 104 على 96500 تطلع 7.75 غرام. نفس الكلام يشتغلوا على الكلوريدات. واديت التحذير الجامد قوي ارجوكوا 96500 كولم ايكويفالنت ويت. عشان خاطري بتنقل الرقم ما تضربوش في 2 يا جماعه. الله يبارك لكم. اتوميك ماس ايكويفالنت ماس اسم قانونه ايه؟ اتوميك ماس ذره على 1 يبقى غرام. امال 7200 اللي حيلتي يضطر هيطلع كام غرام؟ ودي يبقى الاكس 2.64 غرام. عايز اعرف التوتال الكترولايزد اجمع الاثنين. 7.75 زائد 2.64 يطلع 10.39 غرام. قال العينه كام؟ 12. مش كلها. طيب مش كلها و5.3 غرام كلورين. لا ده 2.64 غرام كلورين تعويض سوري. يبقى لا مش تعويض مباشر. دي مسألة محترمة زي الدور الأول. 1.6 ريمين. طيب أنا كلها 12 اللي تحلل 10.39 تطلع 1.6 فعلا ريمين. وكالعادة يكرر الفكرة. تمام؟ يا الله. قشطة لورد. 43. بص بقى يا اسطى. بص بقى. يا رب بعد ما تأذن الأول. بس من نتاج كل خبراتنا والطلبة كلها بتقسم بذلك. اللاكتيك وهيعمل عليها تفاعلات أكسدة ودراي ديستيليشن بعد النيوتراليزيشن. البنزويك 762 بنزويك مع احترامنا للاسترشادي
ايزومرات بتاعته فينايل فورمات، ستريك، وطبعا حبيبتك سالي. بس بص انا رتبت لاكتيك باذن الله، بنزويك، ستريك، سالي. if you have the following compound lactic، افتح بسرعه الاورجانيك اسيد in our life، او ذاكرته خلاص ويايا بالطريقه سي الاخر بتبقى كح في النص تبقى سكندري، عنده اتشاية اكسد على خطواي. اسيتيك ده العبيط بتاعنا كح 3 كوح، انت جاي اللي جابك مع الاجلاء. بنزويك لا ده انت حبيب الملايين، 7 6 2 بنزويك ودي. ايه could be reduced، اراديسو، استنى ركز ده عنده 2 functional group، ده لاكتيك، يطلع بنك اسئله زوفه زي ما عملناه لك. يا دكتور لان عنده كوح كربوكسيليه بيحصل لها رادياسه، اوك يبقى ادي اول هيدروجين، يبقى اول، ايه الاول ده؟ برايمري الكحول وعلامته CH2OH، بيبقى محتاج 2 هيدروجين. ماشي. بي الاسيتيك ازمور، غلط، مش اكثر حامضيه، لان اتفقنا الاروماتيه اكثر حامضيه، اروماتيك اسيدز مور اسيدك. منهج العضويه كان برعايه الاي كل حاجه. علاقه الالكين الكحول، علاقه ان الالكحول بيتفاعل مع هالوجينيتد اسيد. الاروماتيك، تعبت اروماتيك اسيد مور اسيدك، اسبرين، اسيتيك اسيد، اسيتايل ساليسيليك اسيد، وربنا يكرم الكل. كفايه بقى. سي رابيدلي سوليبل، يا جدع ده اروماتي، يا جدع ده اروماتي مليان كربون، فوبيا الميه. بي اقدر اراديسه، ايوه طبعا يا ابويا، اوك يبقى ال، والال يبقى اول، يطلع برايمري الكحول فيه كربونتين ايثانول. ايه صعب تاكسده، غلط يا ابويا، سكندري الكحول عنده اتشايه، تاكسد على خطوايه، كيتون. وضع امتحان دور تاني 25 هو نفس وضع اول، بس ابتدى يشد في السؤال ده. بص جاب كم مخرج تعلم، يبقى المفروض دي وريني ايه بيتاكسد، والله العظيم ايوه، وسي اكثر حامضيه، ايوه. سؤال best question organic in this exam. تمام كده، يبقى تمام يا اولاد، حلو قوي. اللاكتيك، البنزويك، الاسيتيك، الدنيا في المنكش منه. الختامي اخيرا حد عبرك يالا، جلايسين، انا بس يالا اللي بهتم بيك يالا. كاتشيكول، MZL 3 هيدروكربونات ديريفيتيف، نفس الدخله الوزاريه بارت 2. اهدى. ريديوست باي زنك، احط عليه زنك يتراديس يعني يسحب او، ويبقى يطلع ابسط اروماتي. مين ابسط اروماتي؟ بنزين C6H6. ام ده انا عرفته، فينول. ايه ده؟ هذا لور بويلينج بوينت عن الكحول اللي قصاده، كورسبوندنج يعني نفس عدد الكربون. طيب نفكر، دايميثايل ايثر، لان الايثارات بويلينج اقل من الكحول، ما عندهاش OH، ما بتعملش كباري لايك مستر بريزيدنت. داي ايثايل، ماشي. ايه اللي هتحسمها؟ ذا موليكيول كونتين تو ديفرنت فانكشنال جروب. هل يا ترى ده الجلايسين في كوح؟ الامينو اسيد يا علم علوم، اورجانيك اسيد ان اور لايف، افتح المفه، هيم. ايوه يا ريس صح، عنده مجموعه الامين وعنده مجموعه الكربوكسيليه. كاتشيكول، لا كاتشيكول ما عندهاش اتنين يا اسطى، ديفرنت، مش بيقول لك اي مجموعتين، ديفرنت مختلفين. كاتشيكول حلقه بنزين عليها OH OH CN HN اوهتين. يبقى كده لاغي، واصبحا الاجابه بكل ما اوتي لي من اعضاء واقتناع ايه. ملاحظاتي، في ملاحظه مهمه جدا ملاحظها قوي في الامتحان ده، يعني يا وضع الامتحان ولا حاجه جبتها موليكولار فورمولا ولا جنرال فورمولا، ما جاش ولا سؤال على سي انات ولا C3H8O ولا سؤال. بقول لك في حاجه غريبه، ده لقهم كلهم في الدور الاول 25.
فتيك كير، احنا جاهزين لكل السيناريوهات. الجمهوريه كلها صرخت على الموليكولر ونسبه 99% ما جاتش. انت اكتر واحد هتبقى مبسوط، بس فعلا امتحان عجيب. موليكولر وجنرال واحده يا ريس، واحده، لا لاغي بمزاجي. عملنا اللي علينا، حاولنا هنفرم الدنيا من 9 ل 12 استقتال وحرب، بس بعديها تخرج ساجد حامد لربك في كل الأحوال، لأن احنا مش بناخد الخير بس من ربك، ولما يكون بيأذن لنا وبيسمح لنا بابتلاء أو تجربة أو حاجة تلسوع نقول له لأ. ربك ما بتقولوش لأ. تشكر بقى كتير، ربك يزيدك من نعيمه. كلام خلص. مقالي انهي. كيميكال فورميلا، كيميكال فورميلا، كيميكال فورميلا. يبقى الاقي في ورقه اجابتك ابوس ايدك رموز، ما تكتبلوش اسامي وتستفزهم وبتتضايقوا. مخطط حديد كله مبهم، اديني اي حاجه لوكس اهي. بس بلاك اوكسيد اتغربلت عندي 2 فيو وماجنتيت اسود اللون. طب لو قلت لك ان بيتحط عليه دايل، لا خلاص عرفت يا دكتور. المحطه الاولى حديد والثانيه طيبين، مع الدايل بس، الدايل والكونك دايسين، لكن الماجنيتايت كونك بس حوش كده. المخطط اكاد اجزم هيتفرم. شفره الدايل بيطلع داي فيلنت سولت في الصفور. يلا سخنوه سخنوه. سوسو 2 3 بتتجوز هيما. اف اي 2 او 3. اراديسو من 230 ل 300 يدي ماجنتيت. ماجنتيت زي الالدهيد، اكسدوه يبقى هيماتيت. راديسو يدي فيو. ففعلا راديسو فيو. انا خلصت. ايه بقى؟ تكتب بأدب اف اي 2 و 3 بي وانقل صح، تزنقش نفسك. فيو عشان الشعب المصري بيموت في الزنقه. فيسو. تمام. زي زنقه الكلاب اللي انت فيها دي. بص انت مطلع انتاجيه زي وعمال تعافر وتطلع فيديو ده وتجيب فيديو ده وتعمل. كان فين يا حبيبي يا هواك؟ كان فين؟ بنحبكم، توحشونا اولاد الذين، تعبتونا. مخطط عضويه رايق. كو 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 استارات. بكسر ما بين السي او والاو. بدي الاتش الاو ميثانول، بس مش عارف اسكنه فين، لسه هفكر. والباقي طبعا ده نوتش. الاتش ضن قلنا ادي ملح. يا سلام لو دراي ديستليشن ما بيقول لك اعمل عمليه، يبقى خلاص اول واحد اسكنه. خليك هنا انت وقصتك خلصت يا ميثانول. وانت يا اسطى سي 3 اتش 7 سونا. طبعا العمليه المحببه ليكم وهتلعلعوا فيها بكره في الورقه الامتحانيه، دراي ديستليشن شيل سونا حط الاتش. سي 3 اتش 8 اللي هو بروبان. if you know that the compound C. يا اسطى من غير ما تقول لي، ده احنا ملوك السوق. انت جاي تقول لي ان ده الكان لوحدي عرفتها بعد بركه ربنا. نيم اوف بروسيس 1 تكتب بادب. دراي، اوعى تختصر. دراي ديستيليشن، بس كلمه ورد غطاها. قشطه يا لورد. يلا اكتب لي الرموز كيميكال فورميلا مش اسامي. قلت له خلاص بقى انا كاتبها يا ولاد. كاتبها CH3OH C3H7 سونا C3H8. إلى هنا، إلى هنا أعننا الله. يا رب ندعو الله من كل قلوبنا. بقالنا فترة كبيرة قوي إن كنا راصدين السوق والطلبة بحكم التعامل القريب ما بيننا وما بينكم، إن فعلا من أكتر الدفعات اللي أرهقت نفسها وأرهقت مدرسينها بتراكمات لا يدركها عقل بشر حتى وقتنا هذا. بس الجميل إن الرجالة بتشد والبنات الجدعان بتشد، وفي طفرة حصلت بصراحة في ليالي الامتحان. طفرة، حاجة أنا كنت متأكد إن ولا الهوا هطلع أكلم نفسي. تقريبا أنا طلعت أكلم طلاب الجمهورية كلها. ربنا معاكم ويقويكم. انتهى كده حل 25. الموضوع مطمئن وجميل.
كمل سعيك في الاسترشاديات على قدر المستطاع. مش قادر تحل لوحدك مفيش مشكلة، افتح فيديو ومشي على الأقل بس المعلومة تخش، لأن أكيد جسدك مرهق كفاية ما تضغطش. لو ما نمتوش يا ولاد أقصى حاجة الساعة 1، والله العظيم كوارث في مادتين يا ولاد، في عدم النوم ده مادتين والله العظيم محتاجين، مش دماغك، محتاجينك كلك وأهل بيتك ومدرسك. كيمستري اند فيزيكس دول لو مفيش راحة للمكنة اللي فوق دي، ده الهيمة يا اسطى مش هتعرفه. فكده وكده المعلومات اللي عمال تحشرها زيادة عن اللزوم وترهق دي مش بتثبت، دي أكتر معلومات بتروح. فمعاك لسه شوية وقت، 3 4 5 ساعات بحد أقصى، 3 4 ساعات إن شاء الله يبقى تمام. هنحاول قدر المستطاع، وده بس تشوفه الصبح مش دلوقتي، ولا عايز يشوفه يشوف. هعمل لك زي ما انتوا طلبتوا طلب جماهيري، تحليل ورق المفاهيم وبالذات اليوزز بتاعت العضوية، فتعالى نطلع نفره سوا، بس تشوفه قبل ما تروح لجنتك. يعني لو هتصحى لازم نصلي الفجر، صلي الفجر حضرتك، تفطر فطورة هادية عشان البطن، تمام؟ وحضرتك ممكن تبص بص على المفاهيم وانا هكون بنجز لك فيه باذن الرحمن. هنزله وقت ما يخلص فجر بقى، اي وقت تصحى الصبح تشوف، ويعني ساعة كده ونودعكم بقى. وربنا معاكم. باي باي.